بكوبايتين لبن بس هنعمل كيلو من الجبنة الفيتا. الجبنة الفيتا كلنا بنحبها. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وفي البيت وعلى قد ايدك وبمقادير في منتهى الجمال، وهتديك الطعم زي بتاع بره بالظبط. جبنة سهلة وسريعة ومكونات متواجدة في كل بيت. انا افكار ميرو ودي قناتي. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. قبل اي كلام صلوا على حضرة النبي العدنان وتعالوا نشوف مكونات الفيديو بتاعتنا السهلة البسيطة ومكونات الجبنة دي ايه. اول حاجه معايا كوبايتين من اللبن كامل الدسم، يكون لبن كده صابع كامل الدسم او حتى لو كان عندك في الفريزر. والنهارده هنعمل اي نوع جبنه تحبيه وتحبوا طعمه. انا هاخد كده يا حبايبي مكون كده بسيط من الجبنه ده، يعني علبه الجبنه دي احنا هناخد نصها، واقولك دلوقتي هناخد نصها ليه وهنعمل بيه ايه. هنعمل بنفس الطعم. اول حاجه كده جبنه الخلاط، وبعد كده يا حبايبي حطيت فيه كوبايه من اللبن واحده بس، وبعد كده معايا معلقه من الزبده، بس معلقه تكون كبيره شويه، او كمان ممكن تستبدليها بمعلقه من السمنه البلدي، وقصادها كمان معلقتين من الزيت. بصوا كده ما شاء الله تبارك الرحمن. المكونات دي هتدينا طعم جميل للجبنه وتدينا كمان قوام حلو جدا. زي ما انتوا شايفين المعلقه اللي نزلت بيها الزبده برضو هكايل كده بيها الزيت، حطيت معلقتين بس ما تكتريش. والخطوه اللي انا احطها دي اختياري، حباها تمام، مش حباها او مش متوفره عندك خلاص بقى ممكن تستغني عنها. انا عندي معلقه كبيره من القشطه. القشطه دي حبايبي ده وش اللبن، انا دايما باخد كده وش اللبن وبضيفه في اي وصفات. عندي كده علبه جبنه فيتا هاخد كده نصها، وهنحط بقى الجبنه الفيتا ليه هنا حبايبي. مهما عملنا مش هنجيب الماده الحافظه بتاعه الجبنه اللي بره. الجبنه هنا هتديني نفس الطعم، وكمان هتديني الماده الحافظه بتاعه المصانع، هتخلي الجبنه تقعد معاكي 10 ايام وممكن اكتر في التلاجة، هيبقى بنفس الطعم وكمان مش هتغير ابدا. وهنا عندي نص معلقه كبيره من الملح، وممكن تكتري لو الجبنه عندك عدمه او ما فيهاش ملح كتير. شايفين كل المكونات دي هضربها كويس جدا مع بعض، كويس كويس جدا لغايه ما تدوب خالص في الخلاط ما يكونش فيها اي حاجه. وهنا بقى جبت طبق او بوله كبيره واحط فيها كوبايه اللبن التانية اللي معايا. هنضيف عليها ايه؟ هنضيف عليها معلقتين كبار من الدقيق. ايوه معلقتين كبار من الدقيق، وهقول لك دلوقتي احنا هنعمل بيهم ايه. وكمان معلقه كبيره من النشا، معلقه واحده بس من النشا. والمكونات دي هنضيفها مع بعض ونخلطها مع بعض كويس جدا جدا، ما يبقاش في اي كتل خالص. ولو حابه تضيف كل المكونات دي في الخلاط وتضربيها هيكون تمام جدا وهتنعم معاكي برضو. هنا بقى الدقيق والنشا مش هيبانوا اصلا، علشان هيستووا مع الجبنه بتاعتنا وكمان هيستووا كويس ومش هيدون الطعم خالص. بالعكس هيخلوا الجبنه بتاعنا قوامها متماسك، وفي نفس الوقت هيكون طعمها جميل جدا. هنا بقى هنجيب الحله اللي نبدا نشتغل فيها ونسمي الله كده على طول. ما ننساش دايما نستغفر ونصلي على حضره النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت كده المواد اللي انا حطيتها في الخلاط، الجبنه واللبن، وضربتهم كويس جدا. وبعد كده هضيف النشا والدقيق اللي احنا دوبناه مع بعض في كوبايه اللبن، واتاكد النشا والدقيق دابوا كويس، مش هيبانوا خالص خالص في الوصفه بتاعتنا النهارده، ولا يكون طعم الدقيق اساسا واضح اصلا. وهنا دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين هنضيف بقى المكون الاساسي اللي هيديني طعم الجبنه، واللي هيخلي الجبنه بتاعتنا جبنه فعلا. هي معلقتين كبار من الخل، او كمان 3 معالق كده كبار من الخل، علشان يخلوا الجبنه بتاعتنا متماسكه. ما ينفعش ابدا ترفعيها من غير ما تحطي خل. الخل هو اللي هيخلي الجبنه متماسكه، علشان ما يبقاش بشاميل يا جماعه. لازم الخل يتضاف كده معلقتين 3 ونرفعهم على طول على البوتاجاز. الخل كان اخر حاجه. ودي المكونات بتاعتنا، وهقولك دلوقتي هتعرفي امتى قوام الجبنه المناسب. هنفضل نقلب كده على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. هو لسه كده اللبن بارد طبعا والجبنه زي ما انتم ملاحظين، وبعد كده هيبدا يتقل معايا. ما ننساش دايما نصلي ونستغفر دايما عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. بصوا كده ما شاء الله. ولو لسه ما اشتركتش في قناتي انزلي اشتركي واعملي لي لايك وسيبي لي كومنت يفرحني. هنا حبايبي بصوا لو ملاحظين ان خلاص بدأ يتقل معانا، والسمنه كده او الزبده اللي احنا ضفناها والزيت بدأ يعزله خالص كده من على الاطراف. ولا يهمك ما تخافيش، ما باظتش منك ولا حاجه. افضلي قلبي تاني كده على طول على طول، ايدك ما ترفعش خالص من الحله. هي تقريبا هتاخد معاكي 5 دقايق بس عشان الحله ما تلزقش معاكي، وكمان يا حبايبي الجبنه كده ما تكتلش معاكي. بصوا القوام كده ما شاء الله. الجبنه كده بتفصل منها الزبدة والزيت اللي احنا ضفناهم. ولا يهمك افضلي اضربوا فيها على طول على طول لغاية لما ترجع تتماسك تاني وتختلط كويس جدا ببعض. اهم حاجة تتقل معاكي وتبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله. واخده كمان الريحة والطعم الجبنة اللي احنا ضفناها ما شاء الله.
في الوقت ده كان الوقت المناسب ان انا ارفع الحله بتاعتي من على البوتاجاز، ان تديني العلامه وتديني علامه المعلقه كده في الجبنه. ده الوقت المناسب اللي احنا نرفع فيه الحله بتاعتها من على النار ونسيبها تهدى شويه. ولو حابه بقى تضربيها في الخلاط زي ما انا عملت تمام، مش حابه خلاص وتضيفيها على طول، بس انا ما حبيتش يكون فيها كتل خالص خالص ولا حتى مخرزه ابدا. جبت كده العلبه اللي انا هحط فيها جبنه ودهنتها دهنه بسيطه من الزيت، وهبدا اضيف فيها الجبنه بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا ضربتها كده ضربه بسيطه في الخلاط عشان اتاكد ما فيهاش كتل خالص. انت بقى لو مش خلاص مش هتفضيها من العلبه زي كده، يبقى تحطيها في علبه او تحطيها في اي حاجه يكون لها غطا كده ومن غير ما تدهنيها زيت ولا اي حاجه خالص، وهتكون معاكي جميله جدا. اسيبها تهدى شويه وبعد كده اغطيها بكيس بلاستيك. اهم حاجه بس اطلع كل الهواء منها كده علشان ما يطلعش مني فيها فراغات لما تتجمد. وهقولك دلوقتي هتقعد معايا قد ايه وتطلع بالشكل القمر اللي انتوا هتشوفوه ده. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين وملاحظين انا غطيت وشها كده عشان وشي ما ينشفش معايا، واحطها في التلاجة. تقريبا هتفضل في التلاجة ليلة كاملة، وممكن لو مش حابة تستخدميها يعني هيبقى يوم كامل وهتطلع بالشكل القمر ده. اهم حاجة غطيها علشان ما يوصلهاش اي مية، وكمان عشان الوش ما ينشفش. بصوا ما شاء الله، ده كان تاني يوم الصبح، يعني انا عملتها بالليل وده كان تاني يوم الصبح. بس كده هوسع كده الفراغات بتاعتها علشان تنزل معايا بكل سهولة. ما شاء الله طعمها فوق الممتاز، جميلة سهلة وكمان سريعة جدا. خدت طعم الجبنه اللي احنا ضفناها كانك حاطه هي نفس النوع الجبنه. ما شاء الله فوق الممتازه، جميله سهله سريعه. بصوا ما شاء الله هتنزل قطعه واحده، مش هتكون مفروله معاكي، هتكون ناعمه، جبنه كريمي طعمها فوق الممتاز. احلى نوع جبنه، حاجه اقتصاديه جدا موفره وكمان صحيه، عملناها في البيت. هتفضل معاك في التلاجة من اسبوع ل10 ايام، ولو حابه تحطها في الفريزر وتطلعيها وقت الاكل على طول تفك، هتكون معاكي جميلة جدا. ينفع كمان تستخدميها في المعجنات، ينفع كمان تعملي بيها صوص الجبنة اللي احنا بنعملها الجبنة السايلة، او ممكن كمان تعملي بيها صوص السينابل وهيكون حلو جدا. في السينابل دي هتكون جميله ما شاء الله، جبنه كريمي زي ما انتم شايفين ما فيهاش فراغات خالص، جميله طعمها فوق الممتاز، كامله الدسم، الله اكبر ما شاء الله، عشان احنا ضفنا لها جبنه وكمان ضفنا لها زبده. جميله سهله سريعه، وطبعا الدقيق مش واضح فيها ابدا ولا كمان النشا. هتجربوا الجبنه بالطريقه دي مش هتبطلوها. من نص علبه جبنه وكوبايتين لبن عملنا ما شاء الله كيلو من الجبنه تقريبا بالظبط للامانه، كان 900 جرام. وما شاء الله زي ما انتم شايفين تحفة، شكلها ما شاء الله يفتح النفس، حاجة كده ما شاء الله شكلها جميل وكمان طعمها جميل جدا. هتجربوا الجبنة دي مش هتبطلوها، سهلة وسريعة جدا. عملنا جبن كتير ودي من احلى انواع الجبن اللي احنا عملناها مع بعض، سهله سريعه وكمان اقتصاديه. ارجعوا شوفوا الفيديوهات بتاعتي هتعجبكم جدا في الجبن، وكمان الطريقه هتكون مضمونه ما شاء الله تبارك الرحمن. طفيت الاضاءه كده خالص عشان تشوفوا الجبنه على طبيعتها وتشوفوا شكلها القمر من غير فلاش ومن غير اضاءه، شكلها تحفه تبارك الرحمن. وصفه جميله وسهله كمان. اللهم بلغنا رمضان، الجبن دي بتكون حلوة جدا في رمضان. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات للجبن سهلة وسريعة. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم والفكرة تكون عجبتكم. اهم حاجة ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو. بصوا ما شاء الله يا حبايبي، بصوا الجبنة حاجة كريمي جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين بتتفرد ازاي بكل سهولة. ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. كده اقدر لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. سلام.